صار عندك 900 مليار. 900 مليار الدوره اللي مضت استاذ نجم شرع فقط 60 قانون، يطلع القانون عليكم تقريبا ب 18 مليار. هي هاي جدوى اقتصاديه؟ وانتم كشعب هسه الان عراقي استاذ نجم تعلم انت ايش قد احنا نخسر على مجلس النواب العراقي. تخسرون يعني اذا اعطيك الرقم الدقيق مالته، الدوره الانتخابيه الوحده تكلف العراق 475 مليار تكلف الدوره دينار على مدى 4 سنوات. على مدى 4 سنوات صرفيات اللي بالحمايات هاي من غير الجهود الاخرى، يعني ما بين رواتب، ما بين حمايات، ما بين سكن، رخيصة. ما بين هذا يعني تقريبا ما يقارب 500 مليار. 500 مليار تخسرون عليها، وانتخابات منعتها 400 مليار على الانتخابات، صار عندك 900 مليار. 900 مليار الدوره اللي مضت استاذ نجم شرع فقط 60 قانون، يطلع القانون عليكم تقريبا ب 18 مليار. هي هاي جدوى اقتصاديه؟ يعني القانون كلفكم 18 مليار وكلفت 900 مليار الدوره كلها، وبالنتيجه الدوائر والمؤسسات كلها سرقات دون اي استجواب. زين، احنا ننتظر الجريمه تصير وبعد ذلك نجي شلون شرطه الافلام يجون بالنهايه؟ هي هذه الاساسيه؟ هسه الجريمه لو قبل حدوثها. وهذا الخلل الان اللي موجود في حكومه 4 سنوات حكم منعتها عدنان، 2 سنين في مجلس نواب للاسف الشديد باللجان اللي كانت موجوده الان اخذوا بس فقط من لجنه، يعني تدري اللي الان لاحتهم التهمه كلهم كانوا في لجنه النزاهه النيابيه. طلال الزوبعه رئيس لجنه، كلهم في لجنه النزاهه النيابيه. نعم، عاليه النزاهه، كانت بالنسبه النزاهه بالنزاهه، كلهم في لجنه. هو هذا الخلل الكبير الان اللي موجود للاسف الشديد على السلطه التشريعيه، لان كانت 6 استجوابات موجوده من ضمنها لوزير النفط ما تحققت في الدوره السابقه. ليش ما تحققت هذه الاستجوابات؟ التخادم الموجود ما بين هذه العناصر وهذه الشرذمه جلكم الله، البعض منعتهم ما يقبل يستجيب وزيره ولا يقبل، فانت لا تجيب الوزير مالتي ما يجيب وزير، هذا في النتيجه يدفع الثمن من هو الشعب.